العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 140 مواطن بفيروس كورونا اليوم. الشرطة تدعو للمشاركة الشعبية لمكافحة الجريمة. تنظيم دورة تدريبية في الموسيقى والرقص. كوريا الشمالية تجري اختبارا صاروخيا جديدا وتثير قلق جيرانها. تحديد موعد مقادرة القوات الأجنبية كازاخستان وتعيين رئيس وزراء جديد. اختتام محادثات أمريكية روسية في جنيف، والناتو يحذر من اجتياح أوكرانيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في أقاليم الأوسط والجنوبي وشمال البحر الأحمر والقاش بركة قد أظهرت إصابة 140 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 129 إصابة في الإقليم الأوسط، 6 منها في مراكز العزل و123 في مراكز الفحص، وهي في 4 أسمرة وقجرت وباراديزو وميتمناي ووسط المدينة وميجهوت وبريخ وأبشاول وعد أبيتو وعداق حموس، ومصابين قادمين من دباروا ومندفرة وكرن وبارنتو وقندع وعصب، و4 إصابات في عد قيح في الأقليم الجنوبي، و4 إصابات في مصوع بأقليم شمال البحر الأحمر، و3 إصابات في بارنتو بأقليم القاش بركة. في غضون ذلك شفي 69 مريض كورونا، 50 من الأقليم الأوسط و17 من أقليم عنسبة و2 من أقليم القاش بركة. وتوفي مريض كورونا رجل يبلغ 55 عاما وامرأة تبلغ 80 عاما من الأقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 8559، شفي منهم 8062 وتوفي 84 مريضا، فيما لا يزال 313 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 11 من يناير 2022. أعلنت شرطة إريتريا في التقييم الذي أجرته أهمية المشاركة الشعبية الواعية لمكافحة الجريمة والحوادث. وأفاد الاجتماع التقييمي الذي عقد في 11 من يناير أن الحوادث المرورية زادت عام 2021 بحوالي 28.8% مقارنة مع عام 2020، والجرائم والمخالفات بنسبة 14.5%. وقال قائد الشرطة العقيد محاريت أجاي إن ذلك يتطلب الاهتمام الكبير من الشعب والشرطة. وأوضح التقرير المقدم وقوع 2667 حادث في المرور والسيول والمقذوفات والحرائق والقرق والعواصف والصواعق وأمواج البحر وغيرها، أودت بحياة 329 شخص وإصابات جسدية ل 1388 شخص، وخسائر في الممتلكات تقدر بأكثر من 52 مليون نقفة. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع جرائم القُسر تستدعي العمل المنسق للشرطة مع الجهات المعنية. وأوضح بأن 3957 قضية رفعت في 1208 نقطة شرطة أهلية، وتم حل 3384 قضية منها، وتم نقل 292 إلى مراكز الشرطة و281 إلى المحاكم الأهلية. وذكر التقرير القيام بلقاءات لتبادل الخبرات والتجارب للمحققين في مختلف الأقاليم إلى جانب أنشطة التوعية في أوساط الشعب. وأوضح الاجتماع الدور الفاعل للشرطة لاحترام الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا. دعا الاجتماع التقييمي للأنشطة الرياضية في إقليم عنسبة للدفع بجهود تنشئة الرياضيين. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم السيد سراج الحاج: الأنشطة الرياضية متحجزة
في الإقليم، داعيا تعزيز دور جميع الجهات للدفع بها. وأفاد التقرير المقدم في الاجتماع تنظيم الدوري ب16 فريقا عام 2021 وانتقال ألعاب القوى في هذه الفترة إلى مستوى المنافسة، مشيرا إلى أن عدم وجود مدرب وإيرادات وأندية من التحديات الأساسية لألعاب القوى. وأفاد الاجتماع بأن اقتصار سباق الدراجات في مدينة كرن وقلة المتسابقات من أوجه القصور البارزة التي تتطلب تصحيح. ووجه الدعوة للإدارات لتقوية المساهمة لتطوير رياضة الصالات وكرة السلة والطائرة والألعاب التراثية. وأوضح حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى في ختام الاجتماع وجود أرضية مبشرة لتطوير الرياضة في الإقليم، مشيرا إلى أهمية رفع الإيرادات الرياضية لتنشئة رياضيين يمثلون الإقليم والبلدان، مؤكدا على مساهمة إدارة الإقليم حسب المستطاع. نظم ضابط التعبئة والتوجيه في وزارة الدفاع دورة تدريبية في الموسيقى والرقص 22 من أعضائه. وأوضح نائب قائد ضابط التعبئة والتوجيه المعنوي الرائد في السهية تخلاي في مراسم التخريج في 11 من يناير في أسمرة أن الدورة تدريبية مواصلة للدورات التدريبية المنظمة لرفع قدرات الأعضاء. وقال ممثل المشرفين على التدريب بأن التدريب النظري والتطبيقي له دور لرفع القدرات المهنية. من جانبه تعهد ممثل المتدربين لتطوير المعرفة المكتسبة بالجهد والمبادرات الفردية. وقدمت في المناسبة عروض تعكس التدريب المقدم. تلقت 20 امرأة راعية في ضاحية وادي بمديرية جنوب دانكاليا دورة تدريبية في أشغال العصف، وهدف التدريب الذي استمر ل3 أشهر استفادة المرأة من موارد محيطها وتسخيره لتحسين حياتها المعيشية. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيدة سعدية إبراهيم في مراسم التخريج في 6 من يناير أن التدريب جزءا من جهود جعل المرأة منتجة تعتمد على نفسها بإنتاج الأدوات التراثية وإيجاد مصدر الدخل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. رجاء لا تذهبوا بعيدا. أعلن الجيش الكوري الجنوبي وخفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي، وذلك في ثاني اختبار صاروخي على ما يبدو في أقل من أسبوع. وتأتي عملية الإطلاق بعد أن حث الزعيم كيم جونغ أون جيش بلاده على إحراز مزيد من التقدم العسكري. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن ما يشتبه بأنه إطلاق صاروخ باليستي رصد من منطقة داخلية بكوريا الشمالية صوب المحيط قبالة ساحلها الشرقي. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن مصادر حكومية في طوكيو أن المقذوف سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. ويسلط إطلاق الصاروخ الضوء على تعهد الزعيم الكوري الشمالي في بداية العام الجديد بدعم الجيش لمواجهة وضع دولي غير مستقر وسط تعثر المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وافق برلمان كازاخستان على تسمية شخصية جديدة لتشكيل الحكومة، وفي حين حدد رئيس البلاد موعدا لمقادرة القوات الأجنبية بعد السيطرة على الاضطرابات التي اجتاحت البلاد، قال إن بلاده أجهضت محاولة انقلابية، وأفادت التقارير باعتقال 9900 شخص على صلة بالحادث. وقد رشح الرئيس قاسم جومارت توكياف السياسي
علي خان إسماعيلوف لمنصب رئيس الوزراء في كلمة أمام البرلمان الذي سارع بالموافقة على الترشح في جلسة بثها التلفزيون الرسمي. وفي السياق ذاته قال رئيس كازاخستان إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا ستبدأ سحب قواتها من بلاده في غضون يومين، مضيفا أن القوات ستغادر بشكل كامل خلال فترة 10 أيام. وكانت كازاخستان طلبت مساعدة عسكرية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي وسط اضطرابات عنيفة ضربتها الأسبوع الماضي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم قوى داخلية وخارجية باستغلال الوضع في كازاخستان، قائلا إن الإرهاب الدولي استهدف جارته الجنوبية، وأكد أن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستبقى لفترة قصيرة في البلاد وستنسحب فور الانتهاء من مهامها. اختتمت محادثات أمريكية روسية في جنيف بشأن الأزمة الأوكرانية بعد التشاؤم من الطرفين بإحراز اتفاق، وأعلن الجانب الأمريكي أنه عرض استكمال المحادثات مع روسيا لاحقا. وكانت المحادثات قد انطلقت بين سيرجي ريباكوف نائب وزير الخارجية الروسي ونظيرته الأمريكية ويندي شيرمان، حيث ركزت على المخاوف الغربية من غزو روسي محتمل لأوكرانيا والتوسع العسكري لحلف شمال الأطلسي ناتو في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. وبعد المحادثات قال نائب وزير الخارجية الروسي إن الجانب الأمريكي تعامل مع بواعث قلق بلاده بشكل جدي للغاية، مضيفا: ننصح الجانب الأمريكي بعدم التقليل من أهمية خطر النشوب مواجهة. واعتبر ريابكوف أن الوضع يتطلب تحقيق توفيقات وتوازنا للمصالح. أما نائبة وزير الخارجية الأمريكي فقد شددت على أنه لا يمكن تحقيق تقدم في الدبلوماسية بدون خفض التصعيد الروسي. أعلنت كلية الطب بجامعة ميريلاندا بنجاح جراحين أمريكيين في زرع قلب من خنزير معدل وراثيا في مريض بشري في أول عملية من نوعها. وقالت الكلية في بيان إن الجراحة أجريت وأثبتت لأول مرة أن قلب حيوان يمكن أن يعيش في جسم الإنسان دون رفض فوري. وكان المريض قد اعتبر غير مؤهل لعملية زرع قلب بشري، ويخضع المريض المقيم في ميريلاندا لعناية طبية مركزة لتحديد كيفية أداء القلب المزروع. ومنحت إدارة الغذاء والدواء تصريحا طارئا لإجراء هذه الجراحة الليلة رأس السنة كخطوة أخيرة لمريض لم يكن مؤهلا لعملية الزرع التقليدية. ختام النشرة، اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء فيها. إصابة 140 مواطن بفيروس كورونا اليوم. الشرطة تدعو للمشاركة الشعبية لمكافحة الجريمة. تنظيم دورة تدريبية في الموسيقى والرقص. كوريا الشمالية تجري اختبارا صاروخيا جديدا وتثير قلق جيرانها. تحديد موعد مغادرة القوات الأجنبية كازاخستان وتعيين رئيس وزراء جديد. اختتام محادثات أمريكية روسية في جنيف، والناتو يحذر من اجتياح أوكرانيا. انتهت النشرة، كنت معكم فيها حنان جيلاني، إلى اللقاء.